السلام عليكم. مرحبا بكم يا أغلى الناس معانا في حلقة جديدة من بودكاست Easy Education. النهاردة حلقتنا فعلا مميزة، هنتكلم عن موضوع ليه تأثير كبير على حياتنا، ومعظم معلوماتنا النهاردة مقتبسة من كتاب اسمه المنهج الذي لا يدرس. كتاب رائع، بس أكيد ضفنا لمستنا الخاصة وأسلوبنا المميز مع المعلومات اللي اخترناها مخصوص ليكم عشان تطلعوا بأحلى تجربة ممكنة. استعدوا الحلقة جامدة جدا ويلا بينا نبدأ. تخيل يا غالي إنك من أول يوم في حياتك عمال تجري عشان تتميز وتثبت نفسك، بتحاول تجمع فلوس، تاخد شهادات، تجيب أعلى الدرجات وتترقى في شغلك. بس مع كل النجاح اللي بتحققه والتقدير اللي بتاخده، بتلاقي نفسك دايما بعدها في فترة مش مبسوط وحاسس إن اللي حققته ده مش كفاية وإنك لازم تعمل إنجازات أكتر. طيب سألت نفسك قبل كده ده بيحصل إزاي؟ بص يا صديقي، بكل بساطة في أول الموضوع بتحس بالفخر بكل إنجازاتك اللي حققتها، لكن بعد شوية تلاقي نفسك بتقارن حالك باللي حواليك وتشوف إن هما حققوا أكتر منك. في اللحظة دي بتبدأ تفكر إنك لازم تحقق أكتر، وده بيخليك تدور على هدف جديد عشان تحققه. لكن النتيجة يا غالي إنك هتعيش في دوامة بتدور فيها على السعادة والراحة والرضا عن نفسك، دوامة بدون مبالغة هتستنزفك لحد نفسك الأخير. بس استنى ثانية واحدة، انت نسيت انه احنا هنا اصلا عشانك ولا ايه؟ بص يا غالي، لو عاوز تعيش بعيد عن الدوامة دي، تعيش حياة مستقرة وتكون مبدع ومميز فعلا، يبقى هو حل واحد ملهوش تاني، إنك تعيد إحياء وعيك الداخلي. يعني مش كل حاجة تدور عليها برا زي الفلوس والشهادات أو تقدير الناس، اللي انت بتدور عليه فعلا موجود جواك، موجودين بالوعي والنضج الحقيقي بتاعك، ودول بس اللي بيخلوا حياتك ليها معنى. عارف لما تحس إنك عاوز تهرب لمكان بعيد عشان تلاقي السلام والهدوء؟ الحقيقة إن السلام ده موجود جواك من زمان، دايما كان موجود في وعيك. عشان تفهم أكتر يا غالي، تعال نقول مثلا السعادة. لما تبقى واعي بإن السعادة مش في السفر والمشتريات والأكل وإن الحاجات دي كلها مؤقتة، ولما تبقى واعي بإن السعادة الحقيقية بتيجي لما تكون حاضر ومركز في اللحظة دي، لما تكون واعي بإنه تأجيل سعادتك دلوقتي عشان حاجة في المستقبل، زي لما أخلص الشغل ده هبقى مبسوط، أو لما أشتري الحاجة دي هبقى سعيد، ده غلط كبير جدا. عمره ما يخليك سعيد، بالعكس تماما، مش هيخليك تعيش غير في ضغط وعدم رضا عن نفسك. لأن زي ما اتفقنا يا غالي، إحنا مش بنكتفي بإنجاز ولا اتنين، إحنا دايما عاوزين أكتر. ولما تبقى فاهم يا غالي إنه السعادة والاستقرار دي مش حاجات هتوصل لها في المستقبل، هي وسائل عشان نعيش بيها دلوقتي، فما تربطهاش بهدف ولا توقفها على حاجة معينة في المستقبل. وده كله مش هيتحقق غير لما تبقى مستقر وسعيد من جواك الأول، يعني تبقى واعي يا غالي. بعد ما عرفنا إن الوعي ده حاجة مهمة جدا، عاوزين بقى نعرف الوعي ده عبارة عن إيه؟ يعني إيه وعي؟ في الطب الحديث بيقولوا إن الوعي يعني إنك تكون صاحي ومدرك للعالم حواليك. يعني لو أنت واعي يبقى أنت منتبه لكل حاجة بتحصل حواليك، بس أنت اتعودت مننا على الحقيقة، والحقيقة مختلفة عن كده تماما. الوعي الحقيقي يا غالي مش بس إنك تكون مدرك للعالم الخارجي، لكن الأهم إنك تكون مدرك لعالمك الداخلي كمان. بمعنى إنه أهم حاجة إنك تكون فاهم نفسك كويس وسط الناس اللي حواليك. بس عاوزاك تاخد بالك هنا كويس إن الوعي ده مش مكان بتروح له خلاص، ده رحلة بتتعرف فيها على نفسك بجد. طول ما انت في الرحلة دي هتقابل تحديات وتعرف عيوبك ونقط ضعفك وتحاول تصلحها، وهتعرف مميزاتك ومهاراتك وهتحاول تطورها. وكل موقف بتمر بيه هتتعلم منه حاجة جديدة ووعيك هيزيد. فالوعي يا غالي مش بس إنك تكون حاضر دلوقتي وتفكيرك مركز على اللحظة دي، ده كمان إنك تبقى فاهم إن الحياة دي رحلة مستمرة، رحلة بتطور فيها نفسك
وتشتغل عليها لآخر يوم في حياتك. بس واقف بعيد ومتوتر ليه؟ قرب يا غالي، لسه في دماغك أسئلة كمان عن الوعي مش كده؟ أكيد مش هنختم الحلقة قبل ما نجاوبها لك، بس لحظة واحدة يا غالي، معقولة لحد دلوقتي لسه ما حطيتش لايك على الفيديو؟ لو لسه ما حطيتش لايك فوقف الفيديو 3 ثواني، حط لايك واعمل اشتراك في القناة عشان ده حقيقي بيشجعنا جدا إنه إحنا نعمل لك فيديوهات زي دي كتير. بتسأل هو الوعي ده حالة مستمرة ولا بتيجي وتروح؟ هقولك، الوعي مش حالة دايمة، حتى الناس اللي عندهم وعي عالي بيكون عندهم لحظات بيبعدوا فيها عن الوعي، بس كل ما زاد وعيك كل ما عشت واعي لفترة أطول. والأهم إنك تكون واعي في الأوقات اللي محتاج فيها الوعي أكتر، زي ما تتخانق مع حد مهم في حياتك أو تتعرض لمشكلة كبيرة. في الأوقات دي لازم تكون واعي عشان تقدر تحط المشكلة في حجمها الحقيقي وتحلل الموضوع بطريقة منطقية ومن غير ما تندم أو يبقى في نتائج لتصرفك السيئة. طيب هو ممكن أبقى شخص واعي في بيئة ما بتساعدنيش، اللي حواليا كلهم وعيهم قليل وسلبيين، وإزاي أقدر أتعامل معاهم؟ بص يا غالي، البيئة اللي حواليك أكيد هتأثر على وعيك، فلو اللي حواليك ناس بتفكر بطريقة سلبية أو عندهم وعي قليل، فاللي هتعمله ببساطة إنه في بداية رحلتك للوعي أنت هتحاول تتجنب الناس دي، ما تقطعهمش ولا تهدم علاقاتك، أنت بس هتتجنبهم شوية لحد ما تأسس نفسك كويس وبعد كده اتعامل معاهم. طيب هو الوعي ده مرتبط بالذكاء؟ يعني لازم أبقى شخص ذكي عشان يبقى عندي وعي؟ الحقيقة لأ، عمر الوعي ما كان مرتبط بالذكاء. يعني ممكن تكون ذكي جدا بس مش واعي، وللأسف الذكاء من غير وعي هو عبء تقيل جدا مش ميزة. وبأكد لك يا غالي إنه صاحبه بيعيش عدم رضا وضغط مجتمعي كبير جدا، ولأنه دايما بيحاول ينجز ويميز نفسه بذكائه بس، فهو عمره ما بيكتفي أو يحس بالسعادة الحقيقية. عارف ليه؟ لأن كل اللي حواليه بيشكروا في ذكائه وتميزه، والبعض منهم بيعتمدوا عليه عشان يضيف لهم قيمة اجتماعية. يعني انت عارف ابن خالتي الأول على الجمهورية، انت مش عارفة ان صاحبتي في جامعة ايه؟ وده اللي بيخليه قلقان، فدايما بيشوف ان اللي بينجزه ده مش كتير ومش كويس كفاية، وبيبقى خايف ان الناس اللي حط عليه توقعات عالية يشوفوا برضو انه هو مش بينجز كفاية، فبيعيش حالة قلق وخوف من إنه يغزل حد. بس للأسف ما يعرفش إنه بقلة وعيه دي خذل نفسه لما ما سمحش لنفسه بإنه يعرف شغفه الحقيقي بعيداً عن توقعات الناس وعن ذكائه. خذل نفسه لما خلى قيمة رأي غيره أعلى من قيمة رأيه في نفسه. وأخيراً عاوزك تعرف يا غالي إن الوعي ده حاجة إرادية، يعني بقرار منك دلوقتي تقدر تنمي. مش لازم تكون عالم في الفلسفة أو الروحانية عشان تكون واعي. الوعي متاح لأي حد بيطلبه، والوعي حاجة بتكتسبها وتنميها، مش حاجة موروثة خالص. بمعنى إنه زي العضلة بالظبط، كل ما تقويها هتبقى أقوى، وكل ما هتهملها هتضعف. لو لسه مكمل معانا يا غالي فأحب أشكرك جدا على وجودك النهاردة معانا في الحلقة، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. في الحلقة دي عشنا الوعي، أهميته وتأثيره، وكمان جاوبنا على أسئلتكم. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالمعلومات اللي شاركناها معاكم النهاردة. ولو عاوزين حلقة جديدة بنتكلم فيها عن الخطوات العملية اللي ممكن تعملها عشان توصل للوعي، اكتبوا لنا تحت في الكومنتس، واستنونا في حلقة جديدة الأسبوع الجاي. ومع السلامة يا أغلى الناس.